اقول لكم كلام صريح جدا. احداث 19 نوفمبر جعلت هناك دماء بين المجلس العسكري وبين الشعب، واليوم ما عادتش دماء بس، بقت دماء واعراض. وليس هناك متسع يا ستي، انا بقول انا عارف كلام حضرتك حاضر وهسمع حضرتك برضه. وليس هناك متسع في رجولة رجل يشوف الصورة دي، صورة المرأة المعراة في الشارع، ويفضل راجل وهو سايب الذين انتهكوا. القائم الآن أن هؤلاء الناس وبالاسم بالواحد، بدءا من المشير طنطاوي الفريق عنان لواحد واحد، بيننا وبينهم دماء وأعراض. وإذا كانوا يقولون إن بلاش زخرفة الكلام تلهينا، إذا كانوا بيقولوا عايزين نهدي البلد، إحنا اللي عايزين نهدي البلد. ده إحنا اللي كنا بنبوس الأيادي الدنيا تهدى عشان العجلة تمشي والانتخابات البرلمانية تكتمل والبورصة يحصل فيها إيه والإنتاج. إنما يا أخي كل ما تهديله شوية. الأحداث الأخيرة دي عارفين حصلت الساعة كام؟ حصلت فجر الجمعة، الناس نايمة أنتوا عارفين الجمعة اخرج كده بعربيتك ولا بتاكسي ولا بأتوبيس الصبح يوم الجمعة، الدنيا هادية ما تستاهلش، مفيش حاجة تستاهل، والناس هادية، واللي موجودين في ميدان التحرير ما يطلعوا لهمش 50-60 واحد. تولع الدنيا بتاع ايه؟ يبقى ما بتعرفش في حاجة. بس هو ده طبيعة حكم عسكري، اي بلد يدخل فيها حكم عسكري يحصل كده. اي بلد. جمال عبد الناصر عمل هذا الكلام مكتوب في المذكرات، هو اللي ولع الدنيا في سنة 54. ولع الدنيا يعني حرايق، ولع الدنيا يعني عمل حريقة. بيقول انا رحت عملت 4 حرايق في القاهرة وعملت تفجيرات ودفعت فلوس للصاوي محمد الصاوي رئيس عمال النقل علشان يعمل اضراب العمال ويعطل النقل عشان البلد تولع، علشان يضطروا الناس يقولوا تعالوا يا جيش احنا محتاجينكم يا جيش. الكلام ده مكتوب في المذكرات، كل اعضاء مجلس قيادة الثورة، وكل شيء حقيقة تاريخية مستقرة الان. اي نظام عسكري يا اخواني ما تسيبوهوش يطول ولا يرحرح. يوم ما يرحرح انت وابنك وحفيدك، وهتشوف حفيدك قدامك كده ويبقى مش فاهمك، وهتقول له معلش يا ابني سامحني والله انا اللي عايشتك في الظل ده، هيغطسونا 60 سنة مرة ثانية. لو كنا صدقناهم ايام حسني مبارك كان حسني مبارك هيفضل موجود لغاية دلوقتي بنفسه، اللي يقعد يقول لك هش وبس وكفاية وخلصنا ومش عارف ايه وكده، ويبططوا الشعب زي ما بقاله متبطط من زمان. يقول لك اقبل مشي خلي العجلة تدور. اوعوا تسمعوا كلام الناس دول. الناس دول قعدوا يقولوا بطلوا 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 لحد ما جدي وابويا وانا واولادي عشنا في 4 أجيال من القهر، وهم كمان. لازم تعرفوا ان انتوا يا رب العالمين، انا مش بمدح فيكم بس يا رب انتوا الامل، ان انت ما عاشرتش الظلم كتير فمش متعود تعيش والظلم موجود. اوعى تسمع من اللي اتعود 20 30 40 سنة يعاشر الظلم ويمشي معاه جنبا الى جنب. اوعوا تكونوا من اللي يفضل يشكر في المجلس العسكري وقبلها يشكر في حسني مبارك اوعوا يا اخواني، اوعوا. ده احنا حولنا بعض الناس اللي كانوا بتوع المجلس العسكري في شهر فبراير كانوا خايفين من الشعب، دلوقتي بقوا هم الجرايد بقت تكتب عنهم زي حسني مبارك.